ابني جه قال لي النهارده ان الارض مسطحه، والبنت الكبيره جايه تقول لي ان اكل بره احسن وافيد من اكل البيت. دي كانت رساله من الام بعتلي بتقول لي ان ولادها بياخدوا معلوماتهم كلها من على الانترنت. فخدوا بالكم بقى مين اللي بيعلم ولادنا. احنا زمان كنا بناخد معلوماتنا من المدرسه والكتب، دلوقتي الموبايل واليوتيوب والتيك توك بيدوهم كل حاجه، والناس بتشارك تجاربها ومعلوماتها، وفي منهم بيبقى عارف انه بيضلل الناس وبيأثر كمان على العيال الصغيره، فواخد راحته بقى بيقول معلومه يمين على معلومه شمال، والعيال بتستقبل الكلام وتخزنه في دماغها لغايه ما تبقى مقتنعه ان ده الصح. عشان كده انا جاي اقول لكم ازاي نخلي ولادنا يشغلوا دماغهم ويعرفوا المصدر الصح لكل معلومه. نرجع لزمان وايام زمان وناخد من المدرسين المعلومه الصح. يعني العيال اللي في سن صغير هتعرف عن دينها من مدرس التربيه الدينيه، بدل ما يفتحوا حساب 2 اجانب بيتكلموا في الدين وايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش. مالها الكتب يا جماعه؟ ما بقاش في حد بيحب يقرا ليه؟ عايزين نرجع نحبب العيال في القراءه، الاهل ثم الاهل ثم الاهل. عودي عيالك انهم لو عايزين يعرفوا معلومه يرجعوا لكم انتوا، عشان انتوا اكتر ناس تعرف ايه ينفع مع حياتكم وايه لا. وتعيدي وتزيدي ان مش كل معلومه نشوفها على النت بتبقى صح، لا، في ناس هدفها انها تملى عقولكم بمعلومات غلط. طب هتقولوا لي يا قروبه جيلنا غير جيلهم والانترنت بقى حياتهم وهيبقى صعب عليهم ان اي سؤال يواجههم ما يدوروش عليه على النت. هقول لكم عندكم حق، يبقى الرقابه هي الحل. هيتفرجوا على اليوتيوب يبقى انا اتابع هما بيتفرجوا على ايه، واتاكد ان القنوات دي بتقول معلومات صح مش اي كلام. وانت كأم تقولي لابنك او بنتك ان مفيش غير الاب والام اللي هيدلكوا على المعلومات الصح. فخلينا احنا اول مصدر يسالوا فيه لو عايزين يعرفوا حاجه. احنا كمان لازم نبقى موازنين بين التكنولوجيا المخيفه والصح والغلط، وخلي بالك من اللي بيسمعوه العيال وبيشوفوه. اكتبي لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجه سمعتيها من ابنك او بنتك واتخضيتي منها، ولو عندك مصادر موثوق منها وقنوات بتخلي عيالك يتفرجوا عليها اعملوا لهم منشن عشان كلنا نستفيد.